نادي الزمالك مصمم على التعاقد مع لاعب برازيلي. نادي الزمالك ناوي يرقصها صامبا رسميا يا ابو الصحاب. اللاعب البرازيلي الموهبه البرازيليه خوان الفينا صاحب ال 22 عام رسميا زملكاوي لمده 4 مواسم. تشكر يا عم جون، مش عارفين نودي جمالك فين اللي كترت وطرطشت علينا. اخويا الزملكاوي قبل اي شيء اعمل لي شير وفولو ولايك، ولو انت على اليوتيوب اعمل لي سبسكرايب. وتعالى بقى اقول لك اخبار نادي الزمالك، اخبار تهم كل الزملكاويه. اول خبر عندنا واهم خبر عندنا اللاعب البرازيلي الموهبه البرازيليه صاحب ال 22 عام خوان الفين رسميا في نادي الزمالك. بجد جون ادوارد شغال بسياسه صن داونز، بيروح يجيب لك لاعب قيمته التسويقيه $1.5 مليون، بينجح في التعاقد معاه ب $600,000 بس. سياسه صن داونز بنروح نشوف في صن داونز لعيبه من كولومبيا ومن البرازيل ومن الارجنتين ومن كل حته من امريكا اللاتينيه من اوروبا موجوده، واللاعب تلاقيه بياخد في السنه $1,000,000. ده يمكن ما فيش $1,000,000 كمان، $700,000 $800,000 $600,000. تيجي نبص على الاهلي والزمالك نلاقي اللاعب جاي من افريقيا ومن بلاد اقل بكتير في الكوره من اللعيبه بتاعت صن داونز، ونلاقي اللاعب بياخد $1.5 مليون و$1.25 مليون ومليون دولار. على ايه مش عارف. الراجل بقى جون ادوارد لو استمر مع نادي الزمالك بالمشروع اللي هو بيبنيه دوت، بالثقافه بتاعته دي، بالحنكه بتاعته دي، نادي الزمالك قدامك 10 12 سنه يحصد بطولات، بس بشرط استقرار نادي الزمالك، لان احنا عارفين دايما ان احنا ما بنستقرش. ده اول خبر عندنا. تاني خبر عندنا بقى خبر مش عارف هيفرح جمهور نادي الزمالك ولا هيزعل جمهور نادي الزمالك. خبر يخص مدافع يعني مشهور برميات التماس، طبعا انت عرفته، وهو مصطفى الزناري. مصطفى الزناري هيطلع اعاره للبنك الاهلي، وانا شايفها حاجه مفيده جدا جدا جدا، وبجمله الجمال اللي بيعملها جون ادوارد. زي ما النهارده طلع احمد الجفالي اعاره عشان يفضي مكان للاعب البرازيلي، نجح في خروج مصطفى شلبي ونجح في خروج مصطفى الزناري واحمد عاطف ومهاب ياسر. الراجل بصراحه جاي يكنس، الراجل جاي ينظف. ثالث خبر عندنا بقى الزمالك النهارده عمل تقسيمه قويه جدا جدا، تقسيمه بدنيه. عايز اقول لك ماتش رسمي، ماتش نهائي كاس، ماتش نهائي بطوله، استعدادا لمباراه السيراميكا. المباراه الصعبه جدا جدا جدا، المباراه اللي ربنا يسترها علينا، لان فرقه سيراميكا بلغه الكوره كده فرقه غرسه، فرقه رخمه، والزمالك لسه بينسجم. الزمالك لسه فتره الاعداد طويله، فتره اعداد مناسبه جدا، بس زي ما احنا شفنا في المطوشه الوديه النتائج ما تطمنش. دي مطوشه وديه مش مقياس، بس خلينا نشوف ربنا يستر ونعدي. اول ماتش ده يبقى مهم قوي وهيدينا دفعه معنويه فوق ما احنا نتخيل ونتصور لما يبقى مع سيراميكا اول ماتش. رابع خبر عندنا بقى الراجل النهارده يانيك فيريرا قال لك تصريح غريب قوي. قال لك عندما تكون المراه حامل يتلهف الاب ليرى المولود، ولكن يضطر في النهايه ان ينتظر 9 اشهر. يعني احنا نستنى بقى الزمالك سنه كمان عقبال ما نبدا نشوف بقى المولود. المولود ده بقى اللي هو البطولات، اللي هو الكاس، اللي هو جمهور نادي الزمالك اللي هو الاب نفسه يشوفها. اما نشوف، احنا مش هنستنى الكلام ده يا عم يانك.